يعني انت مش قادر تفوز على اي حد، ومش قادر تعمل اي حاجه في الدوري، وعمال متعادل مع طوب الارض، ومتعادل مع يعني فرق منتصف الجدول واخر الجدول، وعندك اداره لا عارفه تجيب لعيبه ولا عارفه تحافظ على لعيبه، وسايب كل ده وعمال تقول لي الاهلي يتخصم منه 3 نقط. يعني انت احمد ربنا، ده الاهلي قدم لك خدمه انت عمرك في حياتك ما كنت تحلم بيها. 3 نقط اداهم لك على طبق من ذهب. انت لو كنت لعبت الماتش ده كنت هتشيل قبح. فانتوا يعني سيبكم من المظلوميه ومن وجع القلب ده. بيراميدز واخد مكانك، روح دور على اللي واخد مكانك. انت طول عمرك الوسيط بتاع الاهلي. شوف مين اللي خد مكانك، شوف مين اللي انت عمال بتطبل له وخد مكانك. فرقه مجتهده زي بيراميدز وصلت هي للمركز الثاني، وكمان كانت بتنافس لولا وقعت في الماتشين اللي فاتوا. فدي منافسه، انت كنت في المنافسه دي، انت اللي خرجت نفسك براها. عارف خرجت نفسك براها ليه؟ عشان للمره المليون انت مش باصص في ورقتك، انت عمال بتبص اكيد الاهلي منين وادخل اتكلم وادخل اقول. يا حبيبي ما تلعب، ما تفوز الماتشات بتاعتك، فوز ماتشاتك وارجع لمركزك تاني عشان تلعب دوري ابطال افريقيا. انت فرقه كبيره، انت جمهور كبير. ليه يعني ليه انتوا منزلين نفسكم قوي كده؟ ما تفكك من الاهلي يا عم، فكك من بيراميدز، فكك من كل الفرق، ما تبص لنفسك. لا بجد انتوا عقليه عجيبه واداره عجيبه وبتفكروا بشكل غريب. الواحد مش فاهم انتوا بتفكروا ازاي وبتعملوا ازاي. ما تركزوا مع نفسكم يا جدعان. الاهلي نازل رغم كل البلاوي اللي حصلت الموسم ده من كولر وعدم وجود شغف عنده، ومع ذلك لسه بيكافح عشان خاطر ياخد مركزه. بيراميدز يعني فرقه مجتهده، لعبت يعني ما شاء الله. حتى لو اتهزمت امبارح من البنك الاهلي اللي كان عامل مباراه رهيبه. ممكن نقول ان بيراميدز مرهق من دوري ابطال افريقيا او مركز اكتر في دوري ابطال افريقيا، مع ان الدوري بالنسبه له حاجه مهمه. الا ان انت بتتكلم في فرقتين، واحد مركز اول واحد مركز تاني، عمالين بيحاربوا بعض. انت عمال بتتكلم فيه، انت عمال بتتكلم انا عايز 3 نقط بتوع الاهلي، اللي هو اساسا انت ما كنتش تحلم بال3 نقط اللي خدتهم اساسا. تمام، بتبص تقول انا هفوت الماتش البيراميدز. طب ما يا حبيبي ما تلعب، ما تلعب وتفوز عشان تاخد انت المركز الثاني وتلعب دوري ابطال افريقيا، ولا هي الكونفدراليه عجبتكم، ولا هو ادعاء المظلوميه؟ وبعدين مش الحكام المصريين دول اللي انتوا اصلا رفضتوا تلعبوا بيهم في ماتش الاهلي دلوقتي بقوا كخه؟ فكوكوا بقى من الجو اللي انتوا عايشين فيه ده، بطلوا تضحكوا على الجمهور بتاعكم. الجمهور بتاعكم عايز يشوف كوره، عايز يشوف فوز، عايز يشوف بطولات. ركزوا وفكوكوا من كل اللي حواليكم وفكوكوا من الاهلي. سلام.